مؤخرا. انا وجهة نظري ان قبل ما نتكلم على الاهلي والرجاء دعوة لوزارة الشباب والرياضة ان مباراة الاهلي والرجاء هنا لازم الجمهور يزيد كمان عن 50,000. البطاقة بتاعة الصعود هي اللي في القاهرة، فرق واحد مع الرجاء، في الرجاء بالجمهور، بجمهور الرجاء مع الأجواء خطر. نتكلم عليه في قرعه ربع نهائي بطوله طبعا ابطال افريقيا، في طبعا الفريق سيمبا والوداد، الاهلي والرجاء، شباب بلوزداد الجزائري وصن داونز الجنوب افريقي، شباب القبائل الجزائريه والترجي التونسي. قرعه ربع نهائي كاس الكونفدراليه، بيراميدز ومارمو جلانتس الجنوب افريقي، الاتحاد المصري التونسي واسس موموزا الايفواري، اتحاد العاصمه الجزائري والجيش الملكي المغربي، ريفرز يونايتد النيجيري ويانج افريكانز التنزاني. دي معانا طبعا يعني الاستاذ او السيد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء. سيد عزيز اهلا بيك. اهلا وسهلا. مرحبا بك، ويعني اهلا بيك واهلا بكل شعب المملكه المغربيه المحترمين. شكرا وتحيه لك، ومن خلالك تحيه لكل الشعب المصري الشقيق. ايه راي حضرتك في القرعه ووجود نادي الرجاء مع النادي الاهلي، فريقين كبار القاره الافريقيه، والمواجهات بينهم دايما بيبقى فيها فنيات على اعلى مستوى؟ حقيقه القرعه افرزت اظن نهائي قبل الاوان، خصوصا نعرفوا فريق الاهلي وتاريخه، وخصوصا يعني في تاريخ عصبة الأبطال الأفريقية. ولا ننسى كذلك فريق الرجاء العالمي وتاريخه في الألقاب عربيا محليا وإفريقيا. أظن أنها هي قمة، أظن من أقوى المواجهات اللي ستكون على مستوى ربع نهائي عصبة الأبطال الأفريقية. لسه كنت بكلم وضيفي الاستاذ كابتن هشام رشاد، وقال لك ده هو ده النهائي المبكر اللي هيوصل فيهم. صحيح. هو اللي هياخد البطوله. صحيح، هو نهائي قبل الاوان. اظن قوه الرجاء في الاقصائيات واضافه الى تاريخ الاهلي يشفع ان يكون هذا الربع نهائي هو بمثابه نهائي قبل الاوان. يشفع ايضا للرجاء اكثر عدد من النقاط واكبر عدد من الاهداف، واستقبل اهداف بسيطه. شايف ان ده يحمل مسؤوليه كبيره على فريق الرجاء؟ صحيح. حسابيا ان نتكلم عن تاريخ الاهلي وتجربته في الاقصائيات العصبه الابطال الافريقيه، ونتكلم على الرجاء كذلك تاريخه والرجاء والقوه اللي اظهر عليها من خلال الادوار التمهيديه والادوار الاقصائيه الاولى. الرجاء احتل المرتبه الاولى في كل المجموعات بارقام قياسيه، 17 هدف، 16 نقطه، ثاني هداف خابه، يعني 17 هدف واستقبل 3 اهداف، وحتى كان يعني اقوى هجوم اقوى دفاع، ولكن كلها تبقى حسابات في تترك جانبا في على مستوى ربع النهائي او نصف النهائي او النهائي. هل كنت تتوقع الجاهزيه الرياضيه، الجاهزيه التقنيه هي التي ستكون لها كلمه الفصل في هذا النوع من الاقصائيات؟ هل كنت تتوقع مقابله النادي الاهلي، ولا دي يعني اقدار الابطال والكبار؟ لا، هي اقدار ربما يعني هذا اللقاء او هذه القرعه التي اوقعت الاهلي بالرجاء والرجاء الاهلي لاشعال يعني وتقويه هذه الاقصائيات، يعني هو ربع نهائي سيكون قوي بمثابه نهايه. واظن اللي حيعدي يعني هذا الدور، هذا ربع النهائي، اظن سيكون حاضر في النهائي ان شاء الله. فوز النادي الاهلي على نادي الرجاء في ربع نهائي الموسم الماضي وفوزه عليه في السوبر الافريقي، هل ده نقدر نقول؟ لا، انا قلت لك كلهم هذو احصائيات تترك جانبا. لو كلمتني انه الاهلي فاز على الرجاء في ربع نهائي، اقول لك الاهلي ليس هو اهلي السنه الماضيه. الاهلي شفنا الطريقه التي تاهل بها للربع النهائي، يعني بصعوبه كبيره وفوز على اخر مقابله
يعني حسم فوز وتأهل الربع النهائي يعني كوصيف لبطل المجموعة، لوكيل المجموعة سان داونز، يعني سان داونز بصعوبة. بس هذا لا يقلل من شأن الأهلي كفريق قوي عالمي له تاريخه وتجربته، وكذلك لم نغتر ونقول الرجاء يعني باحتلال الصف الاول وباحتلال يعني وتحقيقه لاقوى هجوم واقوى دفاع انه هو من سيفوز. يعني ستفضل يعني اظن الاجدر هو من سيتاهل وهو من سيفوز. نتمنى انها تكون مقابله عرس رياضي يستمتع به الكل متتبع على مستوى العالم وليس على مستوى افريقيا او محليا بالمصر او المغرب، ويفضل الاهلي والرجاء فريقين عربيين افريقيين شقيقين. نتمنى انه فعلا يكون عرس رياضي. اتمنى كذلك انه يكون يعني حكامه وتكون يعني حياد يعني في التحكيم حتى نخرج بمقابله يكون فيها الفائز هو الاجدر انه يمشي ان شاء الله يواصل المشوار حتى النهايه وننال الفوز في الكاس. ترى من هم الفرق بجانب الاهلي او الرجاء في الوصول الى النهائيات؟ نعم سؤالك. الفرق اللي هي ممكن تبقى الثانيه المنافسه للاهلي والرجاء في حاله وصول اي منهم للنهائي. انا اظن يعني تخميناتي يعني من خلال اخر الاحصائيات فريق سان داونز يعني اللي ابدا كذلك شراسه في الدور الاولي، الدور التمهيدي، دور الاحصائيات والمجموعات، وفريق كذلك الوداد حامل اللقب وحتى يعني احتلاله للصف الاول وعودته من يعني من بعيد لتصدر المجموعه. هذو المرشحين اللي يفضلوا ان شاء الله اللي غيكونوا اظن حسب تخميني المتواضع اللي غيكونوا سيرافقون الفائز في ربع نهائي الرجاء والاهلي. الرجاء وديما الاهلي. ديما رجاء ديما اهلي. ديما رجاء. تحياتي. السيد عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي المحترم، بشكرك شكرا جزيلا. الناس بتتكلم بكل منطقيه واحترام وتقدير للمنافسه. الوضع والحاله اللي بتمر بيها الكره المغربيه مؤخرا بقيت احس المغرب اوروبا في كل حاجه، منتخبات، المدربين، التخطيط، التنظيم، كل حاجه بصراحه طفره في الكره المغربيه مؤخرا. انا وجهه نظري ان قبل ما نتكلم على الاهلي والرجاء دعوه لوزاره الشباب والرياضه ان مباراه الاهلي والرجاء هنا لازم الجمهور يزيد كمان عن 50,000. يعني ما هو كان مقفل الاستاد في ماتش الهلال، يعني حتى لو زي كده هتبقى حاجه محترمه جدا. لان انا وجهه نظري فرقه الرجاء زي ما قلت هي اكتر فرقه جامعه نقاط، هي اكتر فرقه مسجله اهداف واستقبلت 3 اهداف، فرقه شرسه هجوميا ولكن تعرف تجيب فيها اهداف. يعني الوداد فرقه ما عندهاش الغزاره التهديفيه لكن جامدين جدا دفاعيا. الرجاء فرقه بتجيب اهداف ولكن عندها عيوب ورا وبطء المدافعين تعرف تجيب فيهم اهداف. مباراه البطاقه بتاعه الصعود هي اللي في القاهره. جمهور صح، جمهور باعداد كويسه، نفس الحماس، نفس الروح. الاهلي ان شاء الله ممكن يفرق بهدفين هنا، لان انا فرق واحد مع الرجاء في الرجاء بالجمهور، بجمهور الرجاء مع الاجواء خطر. فاهم حاجه ان الجمهور يبقى متواجد والنادي الاهلي عنده القدره